السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بكم جميعا. كل عام وأنتم بخير بصحة وعافية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. إخواننا الكرام، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين. قسيس في أفريقيا يعمل قسيسا من 15 عام رأى رؤيا وتكررت معه هذه الرؤيا، وفي الآخر من الله عليه بالإسلام والهداية. لله المنة والفضل والحمد والشكر. طبعا إبراهيم ريتشموند قسيس أفريقي لأحد الطوائف المسيحية يتبعه أكثر من 100,000، قال بأنه رأى هذه الرؤيا، تجاهلها في المرة الأولى والثانية والثالثة وتكررت، وكأن مناد يقول له: قم وأمر رجالك أن يلبسوا الأبيض. قال: بحثت وأنا كنت أعرف أن المسلمين فعلا بالإحرام يلبسون الأبيض في عرفة وفي مشاعر الحج، ومن الله عليه بالقدوم إلى جبل عرفة والوقوف على هذه المشاعر المقدسة والطواف بالكعبة المشرفة، ويبكي من الفرح، يبكي ويقول: الحمد لله الذي دلني على الطريق الصحيح، الحمد لله الذي هداني لهذا، وهذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى وقدرته. يهدي من يشاء، يرزق من يشاء، يهدي من يشاء. نسأل الله جميعا يرزقكم إن شاء الله في العام القادم تكونوا على جبل عرفة. فسبحان الله، الهداية يا إخواني، حينما الله سبحانه وتعالى يأذن في الهداية، بنفس الوقت هناك من يهديهم الله سبحانه وتعالى، وهناك من يضلهم. يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى. كلمة الحمد لله على نعمة الإسلام كلمة لا يوازيها، كما روى عن أحد التابعين بأنه تكلم بها بعرفة وعاد في العام القادم فرأى في منامه ملائكة يكتبون، قالوا له: نكتب أجر هذه الكلمة من العام الماضي. فسبحانه وتعالى على هذه النعمة الكبيرة هناك فرق بين من يضلهم الله ويهديهم الله، بين هذا الرجل الذي هداه الله إلى الإسلام واعتنق الإسلام وفرح به وفرح بهذا النور الذي أضاء له حياته، وبين آخر أضله الله. شتان الفرق بين هذا وذاك، بين من يقول سأحرق القرآن في أول أيام العيد. أفاجئكم بعد، عندي طلبات أخرى راح أعلن عليها بالأيام القادمة. أفاجئكم بخبر جديد. يوم 27/6 مظاهرتي، أول يوم العيد، مظاهرتي راح تكون أمام الجامع الكبير في ستوكهولم. راح أحرق القرآن أمام الجامع، وهذه نسخة من الطلب مالتي، شوفوها. طبعا مثل هذا الحشرة والشرذمة إخواني أقل ما يمكن أن يكون مكانه مع القمامة في الحقيقة. حينما ضعف المسلمين في تعظيم شعائر دينهم، تهجم الغرب وغيره على الإسلام ومعظمات الإسلام وشعائر الدين الحنيف. لا تنسوا إخواني، نسأل الله سبحانه وتعالى نصرة الدين الإسلامي على الجميع إن شاء الله. لا تنسوا دعم هذا الفيديو ومشاركته لتعم الفائدة. والسلام عليكم. والله متم نوره ولو كره الكافرون.